ناس كتير في بداية التداول بيبقوا محتاجين منتور في حياتهم أو شخص يكون عنده خبرة يرجع له أي وقت. في الفيديو ده هقول لك مين هم الأشخاص اللي أنت تقدر تتابعهم في التداول. أغلبية المتداولين المحترفين أو اللي يبان عليهم محترفين، الناس دي هم مش محترفين بالفعل. للأسف الناس دي بتخسر كتير جدا ومكسبهم الوحيد هو أنت. عشان كده أنت لازم تتأكد من الشخص اللي بيديك توصية أو بيديك كورس أو بيديك معلومة. وعشان تختار الشخص ده بشكل صح هقولك على 3 أنواع ما تخرجش بره عنهم. أول واحد اللي هو عنده هيستوري من التداول قوي جدا خلال 6 شهور على الأقل. من حقك تطلب هيستوري، من حقك تطلب الصفقات اللي مر بيها الشخص ده خلال آخر 6 شهور عشان تضمن إن هو فعلا شاطر في التداول وفي التحليل. أي حد بيقدم محتوى أو بيقدم توصية هو في الأساس متداول محترف، يعني بيك او من غيرك هو بيعمل ارباح من التداول اصلا، فعشان كده مش هيكون عنده مشكله اصلا ان هو يوريك الهيستوري بتاعه. وخلي بالك الهيستوري ده مش سكرين شوت، مش ياخد لك صوره كده بتاعت اسبوع او اسبوعين او يومين 3 من التداول عامل فيهم ارباح وكل الخسائر ما تشوفهاش. لازم يكون في هيستوري موثق وموجود على مواقع قويه جدا زي ماي اف اكس بوك مثلا. ولو الشخص رفض ان هو يوريك هيستوري زي ده اعرف ان هو بيضحك عليك. وافتكر دايما انك من حقك تطلب ده عشان تتأكد بنفسك وتاخد القرار بشكل صح. تاني شخص هو الشخص اللي عدى من شركات التداول الممول. يعني ايه تداول ممول؟ التداول الممول هنا هي الشركات اللي بتمول الاشخاص الشاطرين في التداول واللي عندهم خبرة كبيرة جدا وعندهم ريسك مانجمنت قوية جدا. مش سهل خالص ان اي حد يعدي التيست ده، بالمناسبة بيكون مكلف ومحتاج وقت ومجهود كبير جدا، بس لازم تتأكد برضو ان هو عدى الاختبار ده مع شركة من الشركات الكبيرة. والشركات الكبيرة هنا مش السي اف دي، انا بتكلم هنا عن شركات الفيوتشرز اللي موجودة في البورصة الأمريكية مباشرة. هتلاقي أشخاص كتيرة بتعمل أرباح من الشركات دي، وفي أشخاص كتيرة واخدين شهادات من الشركات دي. الأشخاص دول هم دول المحترفين في التداول بشكل صح، لأن بتكون في قوانين صارمة في الشركات دي، لأن هم بيتداولوا بفلوس الشركات دي، فبالتالي ما يقدروش يخسروها كلها أو جزء كبير منها. بيبقى في عندهم حد أقصى للخسارة وحد أقصى للمكسب، ووقت معين يتداولوا فيه، وطريقه صعبه جدا عشان يقدر يحقق منها ارباح او ينجح في الاختبار نفسه. وبالتالي الشخص ده تقدر تثق فيه ان هو يقدر يساعدك ان انت تتداول بشكل صح. خليني اقول لك على 3 شركات مثلا هم دول من اكبر 3 شركات في العالم: شركه ايرن تو تريد، شركه كوب ستيب، وشركه ابيكس تريدنج. الشركات دي لو لقيت حد فعلا معدي الاختبار بتاعها وبيعمل ارباح، هو كده مش بيعمل ارباح على العملاء بتوعه، هو بيعمل الارباح بتاعته اساسا من التداول. وبالتالي لما يجي يقدم ليك نصيحة أو خدمة، هو هنا هدفه إن أنت تنجح زي ما هو بينجح بالظبط، مش يكسب على الإيداع بتاعك. أما بقى تالت شخص معانا هو أتقل واحد في التلاتة، وهو الشخص اللي حاصل على شهادة CFT. وCFT هنا اختصارا ليه Certified Financial Technician، يعني شخص فاهم في التحليل الفني بشكل قوي جدا. مش بس كده، ده قعد سنة أو سنتين على الأقل يذاكر عشان ياخد الشهادة دي، وتكلفتها بتتراوح من 2000 ل 3000 دولار. لو لقيت شخص معاه الشهاده دي اعرف ان هو هيساعدك بشكل قوي جدا ان انت تنجح في مجال التداول. نصيحه مني، اوعى تخرج بره الثلاثه اللي انا قلت لك عليهم في الفيديو ده. ولو لقيت واحد بيتهرب من ال3 حاجات اللي انا قلت لك عليهم دول، اهرب منه على طول، لان هو هدفه ان هو يكسب على خسارتك انت. وعشان تعرف ازاي انا ممكن اساعدك في حاجه زي دي، ادخل على قناه تليجرام اللي هتلاقي اللينك بتاعها في الديسكريبشن.